السلام عليكم. طيب خلّينا نبدأ كده بما إننا إحنا مش هنستخدمه المقدمة اللي كان فيها موسيقى تاني خلاص، عشان الحرمانية وكده، والواحد مش حِمل إن هو ياخد سيئات حد، ومش حِمل إن هو بعد كده يندم فيقوم ماسح الحاجات دي تاني، فخلّينا نبدأ كده، يالّا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ معاكم يوسف عبد الرحيم من قناة positive energy. النهارده هنتكلموا عن عادة من سلسلة عادات هتغيّر حياتك، وزي ما وعدتكم هي عادة اتخاذ القرار. وعدوا أنتم بقى عشان أنا بطّلت أعِد. أظن إن أنا مش محتاج أعرّف يعني إيه اتخاذ القرار، كلّنا عارفين يعني إيه اتخاذ قرار، إن أنت تاخد قرار، مش محتاجين إن إحنا نجيبوا لها تعريف أكاديمي يعني، كفاية إن إحنا فاهمين بعض. ولكن في حاجة هنا حابب أنوّه عليها، إن اتخاذ القرار هنا مش معناه إن أنت تاكل برجر والّا تاكل فراخ، لأ، اتخاذ القرار هنا قصدي تاكل بيه أكل صحّي والّا لأ. اتخاذ القرار هنا مش تلعب إيه النهارده في الgym بنش والّا باي وتراي. اتخاذ القرار هنا قصدي بيه تروح الgym والّا لأ أساسًا. فالمعنى من اتخاذ القرارات هنا اتخاذ قرارات مصيرية، تمام؟ طيب في الحلقة دي إحنا هنجاوب على 3 أسئلة، واللي هُم ليه أنا آخُد قرار في حياتي، أو ليه أنا أتخذ قرار، وليه مش بنعرف نتخذ قرار، وتالت سؤال إمتى أتخذ قرار. طيب قبل ما نبدأ في مثل كده هنستخدمه معانا طول الحلقة، فخلّينا تعالوا نبدأوا بيه وحاول تفهمه وتفهم منّه كلامي. دلوقتي أنت معاك عربيتك وآخد مثلًا عندك مشوار لمنطقة معيّنة، المنطقة دي اسمها X، والعربية بتاعتك راكب فيها معاك والدك، والدتك، أو أي حد ممكن يكون بيأثّر في حياتك بقى، حد مؤثّر، حد ملهم في حياتك راكب معاك في العربية، وأنت السواق بتاع العربية دي. وأنت عشان تروح للمنطقة X دي عندك 3 طرق، طريق زراعي كُلّه لفّات، يعني بتلِف فيه دواير، دواير، دواير عقبال ما توصل للمنطقة X، والطريق ده بياخد 30 دقيقة. طريق متسفلت أو على حسب ما بتسميه في دولتك، يعني دولي، صحراوي، شوف بتسميه إيه، والطريق ده بياخد ساعة عشان فيه كمية كماين كتير، يعني كل 1 كيلو مثلًا فيه كمين، فالطريق ده بياخد ساعة. والطريق التالت هو طريق صحراوي، صحراوي بقى كُلّه جبال ومطبّات وأرض مش متسفلتة، بياخد ربع ساعة عشان توصل للمنطقة X. ال3 طرق دول بيوصّلوك للمنطقة X، بس كل واحد فيه عقبات مختلفة، وكل واحد بياخد وقت مختلف، ولكن ال3 بيوصّلوك لنفس المنطقة اللي أنت عايز تروحها، اللي هي المنطقة X، ولكن كل واحد معاك في العربية قرر إن هو يتخذ طريق مختلف. مثلًا والدك أو أيًا كان، يعني تخيّل معايا، يعني حد قال لك خُد الطريق الزراعي اللي هو كُلّه دواير لافف كده حوالين بعضه عقبال ما توصل، اللي هو بياخد 30 دقيقة، وحد تاني قال لك خُد الطريق الصحراوي أو الطريق المتسفلت الدولي اللي بياخد بالضبط ساعة بس فيه كماين كتير، وحد تالت قال لك خُد طريق الصحراوي اللي فيه كُلّه جبال ومطبّات والطريق مش متسفلت، اللي هو بياخد 15 دقيقة وتبقى وصلت للمنطقة X، وده أقصرهم، يعني أقصرهم في الوقت. فأنت بعد ما دوّرت عربيتك ووصلت على المكان اللي فيه ال3 طرق، وأنت تختار طريق تمشي فيه، وكل واحد قال لك تمشي في طريق مختلف، فأنت قررت إن أنت هتبُص على ال3 طرق وتختار. فالطريق الأول الطريق الزراعي كُلّه لَف كده حوالين بعضه، يعني طريق لافف كده عامل زي طريقة السباق، فأنت لو مشيت فيه وأنت ما بتعرفش تلِف كويس، أقل ملف هتنزل في الزرع. والطريق التاني اللي هو الدولي اللي هو متسفلت، اللي كُلّه كماين، كل مثلًا كام كيلو فيه كمين، الطريق ده لو أنت معاكش العربية رخص، أو معاكش الحاجات المستلزمة بتاعة العربية بقى، سواء الطفاية، سواء حزام الأمان، سواء أي حاجة من الحاجات دي مفقودة في العربية، فأنت العربية هتتسحب منك، والرخص بتاعتك هتتسحب منك، وممكن ما توصلش للمنطقة X. زي برضه الطريق الزراعي لو وقعت فيه مش هتوصل للمنطقة X. وآخر طريق واللي هو أقربهم وأسرعهم اللي هو بياخد 15 دقيقة، الطريق المتكسر اللي كُلّه جبال، لو مشيت بيه بالعربية اللي معاك وأنت مش عارف إمكانيات العربية اللي معاك، أنت ممكن تُقع، أنت ممكن تغرز في الصحرا وبرضه ما تعرفش توصل للمنطقة X. فأنت لازم هنا تكون عارف إمكانيات العربية بتاعتك، هل هي عربية عدادها قوي إن هي تمشي في طريق زي ده، ومؤهلة إن هي تمشي في طريق زي ده والّا لأ؟ بما إن السواق حد ناضج وفاهم، عرف يقرر إن هو يمشي في أنهي طريق باستبعاد كام طريق. إن الطريق الأول ده اللي هو الصحراوي اللي هو بياخد وقت أقل، هو مش هيمشي فيه عشان العربية بتاعته مش مؤهلة إن هي تمشي فيه، ولو دخل في الطريق ده هو عارف إن العربية هتغلظ منه ومش هيكمل طريقه ومش هيعرف يوصل للمنطقة X، فهو قرر يستبعد الطريق ده. والطريق التاني اللي هو الزراعي اللي كله لفلفة، ده اللي بيوصل في 30 دقيقة، هو برضه قرر إن هو مش هيمشي فيه عشان هو عارف إن الطريق ده هو مش هيعرف ياخد كمية الحودات بالعربية، وممكن يقع في الزرع، فقرر إن هو ما يمشيش فيه. قرر يمشي في الطريق اللي هو بياخد مسافة أطول، ولكنه هو مؤهل ليه أكتر، والعربية بتاعته جاهزة ليه أكتر، اللي هو الطريق المتسفلت اللي بنسموه دولي، اللي كل مثلًا كام كيلو فيه كمين، وتحمل عواقب الطريق ده، سواء بقى أيًا كان فيه كمية الكماين اللي هتعطله وكمية الوقت الطويل اللي هياخده، ولكن هو شاف إن ده أنسب طريق ليه ولرحلته، فسلك الطريق ده. تعالَ بقى نجاوب على الأسئلة ال3 اللي إحنا قلناهم في بداية الفيديو، بس أهم حاجة خليك حاطط المثل ده في ذهنك، عشان ده اللي هنشتغل عليه طول الحلقة.
أول سؤال، وليه أنت لازم تاخد قرارات في حياتك وأنت اللي تاخدها بنفسك؟ عشان ما حدش هيبقى عارفك قدّك، ما حدش هيبقى عارف قدراتك قدّك، أنت فاهم نفسك وعارف أنت ممكن تقدّم إيه وممكن ما تقدّمش إيه، حتى لو الناس شايفاك إن أنت مثلًا تطلع منك حاجات ياما أوي كويسة وحاجات ياما أوي حلوة، أنت اللي ما بينك وما بين نفسك عارف بجد هل النظرة دي صح والّا هم مخدوعين فيها. زي المثال اللي إحنا لسه قايلين عليه وقُلت لك خلّيه في ذهنك، الراجل اللي معاه عربية، هو الطريق الأسرع اللي هو بياخد 15 دقيقة، الطريق المتكسّر اللي فيه جبال لو كان سلك فيه ما كانش هيمشي فيه، على الرغم إن هو بياخد وقت أقل، بس هو عارف إن إمكانيات عربيته مش مؤهلة إن هي تمشي في الطريق ده، فبرضه أنت أكتر واحد أدرى بإمكانياتك وإمكانيات نفسك، عشان كده لازم ما حدش ياخد قرارات في حياتك غيرك أنت، أنت عارف إمكانيات نفسك وفاهم نفسك، والقرار لازم يطلع من جواك أنت ونابع من جواك أنت، ولازم وأنت بتاخد القرار تعامل نفسك كواحد صاحبك بينصحك، شوف أنت بتنصح صاحبك وهو بياخد قرار بتنصحه إزاي، بطريقة لطيفة واحدة واحدة بالراحة بتحاول توصّلها له، بتحاول تدّي له الإيجابيات والسلبيات في القرار، فبرضه نفس النظام تعمل كده مع نفسك. فإجابةً لسؤال ليه لازم تاخد أنت قرار في حياتك، عشان ما حدش يعرف نفسك قدّك، وما حدش يعرف قدراتك، الحاجات اللي عندك ومقدرتك غير نفسك. تاني سؤال ويمكن يعتبر هو أطولهم، ليه مش بنعرف ناخد قرار في حياتنا أو ليه مش بنعرف ناخد قرار بنفسنا؟ أول حاجة عشان بنخاف. إيه بنخاف؟ بنخاف من كل جديد ومن الخطوات الجديدة، وبنخاف إن إحنا نتحمّله عقوبة الموضوع، فإحنا للأسف بنخافوا إن إحنا ناخدوا الحاجة الجديدة أو الخطوة اللي مش معتادة، عايزين نمشوا على نمط، مش عايزين نطلعوا برّه الصندوق، يعني 1+1=2، أنا هامشي على 1+1 عشان أعرف إن هو بيساوي 2، بس مش هاجرّب حاجة جديدة. يبقى أول حاجة عشان أنت بتخاف، بتخاف من القرارات وبتخاف إن أنت تاخد خطوة جديدة وبتخاف إن أنت تتحمّل المسؤولية، فده اللي بيأثّر عليك في إن أنت تاخد قرار. تاني حاجة عشان كترة القرارات، أنت بتزوّد على نَفْسك قرارات كتير، لأ قلِّل القرارات اللي قدّامك، قلِّل الطرق اللي تودّيك للطريق اللي أنت عايزه. يعني إيه؟ يعني أنت بتحُط لنَفْسك بدل ما يبقى قدّامك طريق ولا 2 ولا 3 تسلُكه، أنت بتحُط لنَفْسك 100 طريق، وده غلط، أنت لازم تخلّي لنَفْسك قدّام منّك طريقين تختار منهم، بلاش حتى التالت، يعني لو قدّامك 5، 6 حاجات بتختار منهم، خلّيهم يصفصفوا على 2 عشان تعرف تختار، ما تحُطّش نَفْسك بقى إيه، أنا مثلًا عايز أشتري عربية، أجيب عربية كذا والّا كذا والّا كذا والّا كذا، وأخلّي لنَفْسي 5، 6 حاجات بافضل أقارن ما بينهم، فقلِّل الطرق اللي قدّامك عشان تعرف تاخد قرار صح. فأحسن حاجة إن أنت توقّف القرارات على قرار أو 2 بس اللي هو قدّامك تختار ما بينهم، ما تخلّيش قرارات كتير. تالت حاجة بتخلّينا ما نعرفوش ناخدوا قرارات، إن إحنا بناخدوا قرار بناءً على حد. يعني إيه؟ يعني أنا عندي فلان سِلِك الطريق الجبلي ده، فقال لي اسلك الطريق الجبلي ده، ولكن أنا الطريق الجبلي ده مش مناسب مع عربيتي، هي عربيته عرفت تمشي في الطريق ده ووصلت في ربع ساعة، أنا لو كنت دخلت الطريق ده ما كنتش هاطلع منه أساسًا، عشان عربيته ومؤهلاته غير عربيتي ومؤهلاتها، فعشان كده باقول لك ما تاخدش قرار بناءً على حد، مش عشان فلان مشى في الطريق ده فعرف يوصل في ربع ساعة، فأنت برضه هتمشي في نفس الطريق بربع ساعة، لأ، كل واحد ليه قدراته وليه ظروفه، أنت مختلف عنه، أنت مش شبهه، وحتى الشخص اللي أنت بتاخد منه الطريق ده حتى لو هو شخص ناجح، مش لازم تنجح نفس النجاح بتاعه عشان سلكت طريقه، لأ، بالعكس، فلمّا تيجي تاخد قرار لازم تاخد قرار على حسب ظروفك أنت وعلى حسب إمكانياتك أنت، ويبقى طالع منك طبعًا أنت يعني أكيد. رابع حاجة مش بتخلّينا نعرفوا ناخدوا قرارات في حياتنا هو إن إحنا بنتجنبوا إن القرار ده عبارة عن package، القرار ده عبارة عن حاجات حلوة وحاجات وحشة، عبارة عن وقت صعب وعبارة عن وقت حلو، مش هيبقى كلّه حلو ومش هيبقى كلّه سهل ومش هيبقى كلّه نجاح، لازم يبقى في فشل، فما تبقاش عندك توقعات من الطريق اللي أنت اخترته ده عالية أوي، فأنت لمّا بتيجي بتاخد قرار لازم تبقى عارف من جواك إن القرار ده package على بعضه، اللي سلك الطريق المتسفلت اللي هيوصّله في ساعة هو اتحمّل إن الطريق طويل، اتحمّل إن كل شوية هيُقف، اتحمّل إن الطريق ممكن في أي لجنة من اللجان ينزل ويتفتش، فلمّا أخد الطريق وسلك الطريق اللي هو مناسب ليه على قد ظروفه، تحمّل كل عواقبه، ما أخدش الطريق وقال لك لأ أنا هاخد منه الحلو وهاسيب منه الوحش، اللي هو أنا هاخد منه الطريق إن هو متسفلت وسريع ومناسب مع عربيتي، بس أنا مش عايز كل شوية كمين، لأ أنا عايز كل شوية كمين وكل شوية هاقف، فلمّا تيجي تحدد قرار لازم تبقى عارف إن القرار ده package بالحلو بتاعه وبالوحش بتاعه، بالأوقات الناجحة اللي فيه وبالأوقات الفشل اللي فيه. وحاجة كمان خلّيك عارف إن القرار اللي أنت هتاخده ده غير قابل للرجعة، عشان ما تاخدش قرار وبعد كده تحس إن هو أنت لأ أنا ممكن أرجع فيه، فتتساهل مع نفسك، خُد قرار غير قابل للرجعة، ما تخلّيش عندك قابلية إن أنت ممكن ترجع في القرار، عشان ده هيبوّظ لك اتخاذ القرار اللي أنت بتاخده. تالت حاجة، إمتى آخد قرار؟ خلاص بقى إحنا قررنا، القرار هاخده بنفسي، قرار هاخده من جوايا، إمتى بقى آخد قرار؟ أول حاجة عشان تاخد قرار لازم تدرس الحاجات السلبية والإيجابية في القرار، يعني إيه؟ يعني مثلًا أنا دلوقتي هاسيب الشغل وهافتح شركة، هاسيب الشغل الثابت وهافتح شركة، فأنا لازم أعمل جدول كده أحط فيه سلبيات سيب الشغل وافتح شركة، وأحط فيه إيجابيات سيب الشغل وهافتح شركة، لو حتى السلبيات أكتر من الإيجابيات بس السلبيات تنفع معايا آخد القرار ده، طب السلبيات أكتر من الإيجابيات بس أنا السلبيات دي مش هينفع معايا يبقى ما آخدهاش، يعني مثلًا السلبيات إن أنا
من إن أنا قرار إن أنا هاسيب الشغل، الدخل الشهري اللي كان بيخش لي خلاص مش هيخش لي، وإيجابياته إن أنا على فترة هابقى ييجي لي مكسب كامل ليّا. طب هل الفترة اللي أنا هابقى ما باخدش فيها فلوس لحد ما ييجي لي فلوس دي، أنا قادر إن أنا أعيش فيها مثلًا شايل شوية فلوس في البنك، شايل فلوس على جنب هاعرف أتعايش منها لحد ما ييجي لي المبلغ اللي أنا هابقى آخده كامل من مكسبي أنا؟ لو عندك القدرة دي يبقى خُد القرار، ما عندكش القدرة دي أو ما عندكش الخطوة دي يبقى القرار ده غلط، فأنت لازم تشوف السلبيات بتاعة القرار والإيجابيات بتاعة القرار. فده معناه إيه، إن أنا لمّا آجي آخد قرار لازم آخد قرار وأنا عامل له دراسة جدوى، وأشوف إمكانياتي ومؤهلاتي تنفع إن أنا آخد القرار ده والّا لأ. مثال تاني عشان أوضّح الفكرة، دلوقتي واحد عايز يخش ثانوية عامة وقدّامه ثانوية عامة وقدّامه مثلًا صنايع، أنا عارف إن ثانوية عامة طريقها مثلًا ممكن يكون قصير 3 سنين وصنايع مثلًا 5 سنين، تمام، ولكن طريق ثانوية عامة فيه مطبات كتير، فيه حاجات كتير، فيه فلوس كتير، فيه مذاكرة كتير، هل أنا قادر آخد الطريق ده؟ هاخده، مش قادر مش هاخده. أنا باشوف أنا القرار الأحسن وابتدي أخش فيه، ما اخشش بقى عشان ابن خالتي مثلًا دخل ثانوية عامة وطلع عالِم في الذرة، فأنا هاخش معاه عشان أطلع أنا كمان عالِم في الذرة، لأ، ده سكة وده سكة، ده كان ليه مؤهلات وليه ظروف وأنت ليك مؤهلات وليك ظروف، حتى لو أخدت مع نفس المدرسين اللي هو بياخد معاه، حتى لو أخدت مذكراته وكتبه وملخصاته وحفظت زي ما هو كان حافظ ويمكن أكتر، ربنا كاتب له حاجة وكاتب لك أنت حاجة، وأنت ظروفك غير ظروفه، فلمّا تاخد قرار لازم تكون عامل له دراسة للقرار كويس، شايف الإيجابيات بتاعته والسلبيات بتاعته، وبتشوف هتنفع معاك والّا لأ. تاني حاجة تعملها في الحسبان وأنت بتاخد قرار، ما تاخدش القرار الأسهل، خُد القرار الأنسب. يعني لو أنت اتعودت تاخد قرارات سهلة في حياتك ما تكونش فيها تعب وفيها حاجة، فاعرف كده إن أنت ما بتاخدش الأنسب ليك، أنت بتاخد الأسهل، والأسهل مش سكته بتبقى دايمًا كويسة، وبالعكس هتلاقي غيرك اللي أخد الطريق الأصعب اللي كان مناسب ليه أكتر نجح وأنت فشلت، فما تخلّيش إن الطريق السهل اللي يغريك، أنا هاخد الأسهل وعلى قد إمكانياتي، لأ، أنت ممكن تكون إمكانياتك أعلى من كده بكتير، فما تاخدش الطريق الأسهل عشان تريح دماغك، خد الطريق الأنسب. حاجة كمان هتساعدك في اتخاذ القرار بعد ما عملت الحاجتين التانيين، خدت القرار الأنسب مش الأسهل، وعملت دراسة للقرار اللي أنت عايز تاخده، خد القرار الصبح. ليه تاخد قرار الصبح ما تاخدش قرار مثلًا بالليل والّا في نُص اليوم؟ الصبح أولًا أنت بتبقى آفاق مخك مفتوحة، شايف ممكن تعرف تحدد مستقبلك أسهل، تعرف تاخد قرار الصبح أحسن وأقوى من قرار في أي وقت في يومك، بتبقى لسه صاحي، بتبقى لسه فايق، بتعرف تطلّع معطيات، تعرف تطلّع إيجابيات بجد وسلبيات بجد في القرار. فمن أفضل القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك إن أنت لمّا تيجي تاخد قرار ما تاخدوش في نُص اليوم وأنت تعبان، ولا تاخده وأنت في آخر اليوم وطالع عينك، خده الصبح. ولو القرار ده مثلًا يخص الدراسة، فما تجيش تاخد مثلًا قرار إن أنت طلعت من درس، لا والله يا جدعان أنا هابطّل دراسة وأتعلم برمجة. ادرس الموضوع الأول وخُد قرار يناسبك مش أسهل، وخُد قرار بتاعك يكون للصبح. تعمل كوباية قهوة وتقعد تكتب الإيجابيات بتاعة القرار والسلبيات بتاعة القرار، ولازم أهم حاجة تكون صريح مع نفسك، يعني ما تحطش إيجابيات وسلبيات أنت عارف إن هُم كده أساسًا مش شبهك، في الآخر توكّل على الله عشان ينفعك بالقرار اللي أنت أخدته ده. معلش أنا عارف إن هي حلقة طويلة وكده، ولعل الله بالكلام ده أن نفعنا به ثم أنتم، وخير يعني. بس دي كانت حلقة النهارده، أنا عارف إن الحلقات دسمة يعني شوية كتير، قولوا لي إيه رأيكم في الإضاءة والتصوير برضه كده، والناس اللي ما تعرفش سلسلة عادات هتغيّر حياتك، دي سلسلة إحنا عاملينها في القناة قناة بوستيف إنرجي، السلسلة دي دسمة جدًا، قوية جدًا، ممكن يكون فيها ضعف في التصوير العادات اللي فاتت أو يعني كل مادة طبعًا بتتحسن الجودة، ولكن السلسلة ذات نفسها سلسلة دسمة وقوية جدًا، ولكن المحتوى ما فيهوش فقر والله، يعني بجد البحث في المحتوى كان بيبقى عميق جدًا ومتشعِّب جدًا إن أنا أحاول ألِم لك الدنيا. اتخاذ القرار مش من حاجة سهلة، اتخاذ القرار دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تقعد تتعلم فيها في حياتك وتقرا لها كُتب، ولو حابين تكتبوا تحت عن كُتب بتساعدك في إن أنت تقوي معرفتك باتخاذ القرار وقدرتك على اتخاذ القرار، فسيبوا لي تحت في الcomment إن أنتم عايزين كُتب وهارشح لكم شوية كُتب عن اتخاذ القرار. وبس كده، لعلي أراكم بخير. سلام. سلام هنا كمان، في دبانة بتصوّر معايا من الحلقة اللي فاتت. وخلّينا نقول hello للزاوية الجديدة، يا رب تعجبكم.